فرح، وده اللي حاولت أقنع نفسي بيه. بس أنا أصلا انقطعت عن الكلية من بعد ما عرضوا عليا إني أتجوز آسر. ما كنتش هبقى مرتاحة وأنا مع آسر في مكان واحد، وخصوصا إن هو الدكتور بتاعي وبيديني محاضرات. كنت أحيانا بحضر كل المحاضرات والمحاضرة بتاعته لأ. بس بعدين بدأت أغيب خالص، وطبعا اتراكم عليا حاجات كتير قوي كنت بحاول أخلصها قبل ما أدخل في متاهة تانية خالص، واللي هي جوازي منه. بصراحة شك إني ممكن أنجح السنة دي. اتنهدت بتعب، وفجأة صوت الباب خبط وقفني عن اللي أنا كنت بعمله. قلت اتفضل، وبابا دخل وعلى وشه ابتسامة وكان متردد. ابتسمت له أنا كمان عشان أطمنه. جاب كرسي تاني وقعد جنبي. قال لي أنا عارف إني ضغطت عليكي عشان تتجوزي آسر، وعارف كمان إنك شايفة إن ده ظلم ليكي. قلت له بكل هدوء ولا يهمك يا بابا، أنا فاهمة كل حاجة. لازم نيجي على نفسنا عشان مريم الصغيرة هي محتاجة الأم دلوقتي. لو حابين تكملوا القصة، اسم القصة مكتوب على الفيديو، وكمان في سهم تحت صورتي في الفيديو، دوسوا عليه هيدخلكم القصة على طول.